السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأولئكنا ياسر مختار. محاضرة أنا ما أنت عوان كدوح وياهي فضلك استغفارتا. الله ومتك أبو رئادنا هذا ما أنت كنيا لك ودن بابا. الله سبحانه وتعالى وحكوير سورة الشعراء آية سيدتني لباب. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللي هو يعندم عيوين ويدا في يديه مالنت آخره. إمام مسلم حكوسه صار كتاب كيساه صحيح المسلم حديث كوري أبا هريرة رسولك صلى الله عليه وسلم ومعنيه سؤها إن قفك وياه ومدن يا دمان ومدها كله قالت كتمد حق ربي نبينا صلى الله عليه وسلم وحيري إسقوا كبورنا يومدي سدن بدافك آذنها دمانتي وقفا وحنا أشرف بدن ونقيم بدن قوة لابتن وحنا وحكة المامي دونا فائدوينك لقاها لا استغفارته وحا لقاها لا دور فائدو وحنا كمدا كو دافد الدنبيق يكرو غادد حسناتك الله سبحانه وتعالى وحكير سورة النساء آية بغلي تمنات ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قفكي حمان سميا أما نفسدي سدلميا كدمنا الله دم بداف ويجيستا وحوهلا يا الله إنه ودافه وننحرسه لابو استغفارته وافرها نلشه ونكسن الله سبحانه وتعالى وحكير سورة هود آية 6 وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير هبيجينا دم بلاف ويديستا كدبنا حقي سأطوبت كينا ويدين راحين يا راحة ونكسن إلى يوم دمج عابا وحسين يا غفر بو فضل صاحب فضل عيسى أيوسين يا هداد جيستان أنا وحندوشين وعب سنة يا مالنا عذاب كذا مالنا عذاب كذا أدوين سدح استغفارته وافرها بلارنت رزقه الله سبحانه وتعالى وحكير سورة النوح آية طبنات إلا بطبنات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نبي نوح عليه السلام وحكير قوم كيسا ربينا دنبلاف ويديسا محايا الله وحوها ولقيسا الله دافت بدن يرسل السماء عليكم مدرارا الله وحو إذنكو وصو دريا سمد دوشينا روف ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله وحو إذن سيادين يا مالي عروض وحو كلو إذن يليا بيروين وحو كلو إذن يليا ولبا درتينا ويليا وبيالو قضبك أفراد وحو ياهي استغفارت وحا لجهلا أود يتمرت الله سبحانه وتعالى وحو القرآن كيس كريم كيري سورة هود آية قنطني لبال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ربينا دنبلاف ويديستا كدبنا حقي سأل الله تعالى markaas samada dushiina wuxuu idinkaga soo dirayaa roob wuxuuna idin kordhinayaa awoodiina xageeda ka ahaatay hana jeesanina idinkoo mujrimiin qodobka shanaad istighfaartu waxay ifisaa qalbiga qodobka lixaad istighfaartu waxay reebtaa dhibaatooyinka kor yeeshaana balaayada الله سبحانه وتعالى وحكير سورة أنفال آية 63 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
alle ma ahan mid cadaabaya adigoo dhex jooga alle mana ahan mid cadaabaya xaal iyagoo ah kuwa istighfaar weydiisanaya rabbigood haddaba aan u cararna xagga rabbi aan ku dadaalno laabashada mar waliba dhinaca rabbi dunuubtu waa mugdiyaale maalinta dambe waana furaha jahannamo naftu waxay jeceshahay shahwaadka waana mid lagu hereereeyey lagana dhigay seera jahannamo sahayduna ha ahaato mar waliba la kacabsi iyo u baratamidda dhinaca rabbi naftayda iyo tiina waxaan u dardaarmayaa cabsida allah subxaanahu wa tacaala